خليني اقول لك على حاجة مؤلمة بس حقيقية، انت مش مظلوم، انت سايب ده يحصل. في ناس طول عمرها شايفة نفسها ضحية، دايما حد مستغلها، دايما الظروف ضدها، دايما الناس بتاخد منها اكتر ما بتدي. بس الحقيقة اللي محدش بيقولها ان في مرحلة معينة السكوت ما بيبقاش طيبة، ده بيبقى موافقة، والاستمرار ما بيبقاش صبر، ده بيبقى اختيار. كل مرة تسكت عشان تمشي الدنيا، كل مرة تقبل حاجة بتوجعك عشان ما تكبرش الموضوع، كل مرة تبرر اللي أذاك، انت بتبعت رسالة واضحة بتقول أنا قابل. ومع الوقت الناس ما بتستغلكش، دي الناس بتصدقك. واعرف دايما ان محدش كسر حدودك، بالعكس انت اللي فتحت الباب وسبتهم يدخلوا. اخطر حاجة في التواطؤ ده انك مع الوقت تصدق ان ده نصيبك، ان التعب ده قدرك، ان الراحة للناس التانية بس. ووقتها مش بس بتتأذى، انت بتدافع عن الأذى كأنه طبيعتك انت. تعالوا نشوف سوا ازاي نحل الموضوع ده. اول حاجة واول قاعدة معانا هي قاعدة المسؤولية. لازم تتبع قانون واضح وصريح، ان اول مرة حد يأذيك دي مسؤوليته، انا معاك، بس تاني مرة لا، دي مسؤوليتك انت. ولازم تاني حاجة تعملها انك توقف التبرير. اي جملة بتبدأ بهو ما يقصدش، اصله مضغوط، مش دايما كده، هي شهادة انك لسه متواطئ. ولازم كمان ما تنساش تختبر الحدود كويس قوي، وتختبرها اختبار واضح. قول لا مرة كده من غير ما تشرح ومن غير ما تبرر. اللي يحترمك بيقدرك ومش مستني منك حاجة، واللي يهاجمك يبقى كان مستفيد منك قوي. ولازم تكون عامل قاعدة للخسارة. لو خسرت حد عشان قلت له لأ، يبقى لازم تكون متأكد ان دي مش خسارة، دي مكسب كبير. من النهاردة اي وجع بختاره يبقى ذنبي انا، ما تستناش حد ينقذك. لأن أول إنقاذ حقيقي إنك تبطل تشارك في أذى نفسك. وافتكر دايما إن العقل دايما يختار اللي يعرفه حتى لو كان مؤلم.